في عام 1997 تزاد لاعب مغربي لسجل التاريخ في مونديال 2022. كنظن بان كل شيء عرفوا اللي هو يوسف النصيري. يوسف النصيري تزاد في مدينه فاس، وبالضبط في واحد الحي الشعبي اللي سميتو بالخيار، من العائله محافظه، والاب ديالو كان بائع مواد غذائيه والام ديالو كانت ربة بيت. يوسف النصيري كان من الصغر ديالو تيحماق على شي حاجه سميتها الكره، وكان عندهم واحد الملعب في الحي فين كان ساكن فيه اللي هو بالخيار كان سميتو الشعبه. يوسف كان متميز على الدراري الاخرين حيت كانوا عليه الانظار بزاف وكان طويل. غادي يدوز واحد الفتره وغادي يمشيو يشاركوا في واحد البطوله وديه كانت في فرنسا. الفتره اللي كان فيها يوسف النصيري في فرنسا تأسست هنا في فاس واحد الفرقه اللي سميتها نادي الفاسي. يوسف غادي يرجع من فرنسا وغادي تعيط له الاكاديميه ديال الفرقه ديال مصر باش يجي يدوز التيست وغادي يلعب فيه مزيان، وغادي يرجع لاعب مع الفرقه الصغيره ديال مصر. يوسف غادي يبقى يلعب في الفرقه الصغيره ديال مصر حتى يدير 18 عام. هنا اوبليجي على يوسف النصيري انه يقلب على الفرقه باش يبقى يلعب معاها. بقى كيشوف كاع الدراري اللي كانوا معاه في الفرقه ديال مصر الصغيره كل واحد دبر على راسو فرقه مشى يلعب. يوسف مازال عنده التخوف من المستقبل ديالو، ولكن فضل التحفيزات اللي كان كيعطيه خوه وعطاه الطاقه الايجابيه. هنا يوسف النصيري بقى كيفكر بعقله كيقول انا غادي تجي واحد الوقيته انني غادي نرجع لاعب معروف، وبقى كيبريباري وبقى كيدرب راسو باش يشوفوا نتوما في هذا المستوى اللي راكم كتشوفوا فيه دابا. عدوز واحد المده وهنا غادي تجي الاكاديميه ديال محمد السادس وغادي تقترح عليه واحد العرض مع الفريق تشيلسي. هنا يوسف النصيري طار بالفرحه وقبل العرض اللي عطاتو له الاكاديميه ديال محمد السادس، وغادي يمشي للندن وغادي يدير التيست تما. هو في الصراحه يوسف النصيري لعب مزيان، ولكن كان مشكل واحد اللي ما تفاهموش فيه هو الجانب المادي. داكشي علاش يوسف النصيري رجع للمغرب ورجع للاكاديميه اللي كان فيها ورجع التدريب على الله وعسى تجي شي فرقه باش تديه. دازت واحد الفتره حتى الاكاديميه ديال محمد السادس دارت واحد كولابوراسيون مع واحد النادي كاين في اسبانيا اللي سميتو مالاغا. هنا بقاو كيصيفطوا اللعابه اللي كاينين في الفرقه ومن بينهم يوسف النصيري باش يمشي يتيستي تما. النصيري عجب الفرقه ديال مالاغا وخداتو لمده عام، بمعنى واحد اخر يعني في هذا العام هذا غادي تجربوا الا عجبها ها هو معاها، ما عجبهاش غادي تردوا الاكاديميه اللي كاينه في المغرب. في ذاك العام يوسف النصيري بين بزاف ديال الحوايج ولعب مع فرق كبار ونجح فيهم. هنا الرئيس ديال مالاغا قرر باش انه يشري يوسف النصيري من الاكاديميه ديال محمد السادس. كان اول عقد كيسميه يوسف النصيري مع فريق الاسباني، واخا حقق بزاف ديال الانجازات في المنتخب الاسباني. الخوف ديال المغاربه فاش عرفوا انه غادي يلعب في المونديال كتبوا تعاليق سلبيه على يوسف النصيري، ومنهم التعاليق اللي كيقولوا ما بقيناش بغينا يوسف النصيري يلعب مع المنتخب المغربي. ومع الاسف بزاف ديال التعاليق كانوا من الناس المغاربه، وبسبب هاد التعاليق السلبيه يوسف النصيري داز في واحد المرحله صعيبه اللي دخلاتو واحد الازمه نفسيه صعيبه بزاف. وبالنسبه اللي كينتقدوا كنتمناهم انهم يعرفوا ينتقدوا، لحقاش حنا عندنا عائلات وعندنا والدين كيدخلوا يقراو داكشي. هنا المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي قرر باش انه يعطي الفرصه ليوسف النصيري ويشد بيديه ويسكت الناس اللي كتبوا دوك التعاليق السلبيه ويبين لهم انه قادر يعطي الكثر للمنتخب الوطني المغربي. هنا وليد الركراكي تعرض لهجوم كبير من طرف المغاربه، حيث المغاربه كانوا رافضين باش ان يوسف النصيري يكون مع اللعابه اللي كيختارهم وليد الركراكي في مونديال 2022. وليد الركراكي تحدى كاع التعاليق السلبيه اللي تعرض ليها وبين لهم بان يوسف النصيري قادر يعطي اكثر المنتخب الوطني المغربي. هنا وليد الركراكي خرج تصريح على يوسف النصيري تيقول فيه الناصري كيبقى ولدنا فرح اللي كان كيماركي البيوت في السي في، اي واحد كان فرحان. دابا كيدوز واحد الوقت اللي ماشي سهل، ولا يستاهل يلعب غيلعب ولا ما يستاهلش ما غاديش يلعب. هاك حنا غنشجعوا وغنعاونوا، علاش بحال اللي قلت ماشي اسبانيوليين اللي غيعاونوا المغاربه، وحنا خصنا نعاونوا. ومن بعد سقساني واش غيمشي لكاس العالم ان شاء الله غيمشي يماركي ولا لا غنعاونوا، علاش الولد مازال عنده تجربه على الفيتور، ماشي واحد اللي عنده 30 سنه ولا 32 غنحتاجو. وان شاء الله يمكن هو اللي غيربحنا في كاس افريقيا في 2024. خصنا نعاونوا وغنتعاونوا، وانا بحال اللي قلت ولد البلاد ديما غنعاونوا بالحق. حتى هو خصو يخدم وخصو يعاون راسو باش ان شاء الله يكون في مستوى. هاك اللي مهم، حنا ولا بغينا نكونوا عائله بعد حنا كمغاربه خصنا نعاونوا.
يوسف النصيري سجل اول هدف ديالو مع المنتخب البلجيكي، وبسبب داك الهدف اللي سجل تأهلنا للدور الثاني في المونديال. وحاليا النصيري هو اول لاعب مغربي سجل 2 اهداف في الموسم ديال كأس العالم. هنا النصيري حقق الاحلام ديال الملايين ديال البشر من بعد ما ماركا الهدف ديالو الاول على المنتخب البرتغالي، وأهل المنتخب المغربي لدور النصف النهائي من المونديال. هذا الهدف اللي ماركا يوسف النصيري راه ما كانش نورمال، نقز مسافة ديال 2 متر و78 وضربها براسو، كتب التاريخ وفرح المغاربه وخلاهم يثيقوا في القدرات ديالو، وسكت كاع المنتقدين اللي كانوا كينتقدوه قبل. برافو يوسف النصيري. داكشي علاش كيقولوا تالي اختي تالي فاتحك مع العالم. عرفتي علاش اختي كامل الافريقي العالم عرفتي علاش فاتحك مع العالم اختي؟ حقاش نصيري ودبر الخياط هو اللي حكم العالم.